قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن 15 عاما على رجل الأعمال المصري هشام طلعت في قضية اغتيال المطربة اللبنانية سوزان تميم، في حين حكمت بالسجن المؤبد على محسن السكري المتهم الأول في اغتيالها. التفاصيل مع أمل الحناوي من القاهرة. بطريقة مباغتة جاء حكم محكمة جنايات القاهرة في قضية مقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم، حيث أدين المتهم الأول محسن السكري الضابط السابق في مباحث أمن الدولة بالسجن المؤبد ل25 عاما، بينما أدين المتهم الثاني المليونير المصري هشام طلعت مصطفى بسجن 15 عاما. قضية بدأت في صيف العام 2008 ولم تتوقف إثارتها حتى النطق بالحكم في المحاكمة الثانية التي جاءت بعد قبول النقد لحكم الإعدام الذي أدين به المتهمان خلال شهر يونيو حزيران من العام الماضي. الحكم جائر وظالم وفاسد لأنه صدر بدون سماع مرافعة الدفاع وبقية الشهود. ده المفروض دول ما خدوش شهر أو شهر يوم حبس، حتى دول المفروض يحصلوا على البراءة من أول محكمة. والقضية التي تظهر انعكاسا للجمع بين السلطة والثروة، يرى مراقبون أن الحكم بسجن المتهمين دون إعدامهما يحمل العديد من الدلالات. 452 يوم فاصلة أصبح الآن في حل من تنفيذ أي حكم إعدام يعطي طمأنينة للبورصة وللأسهم ولشركاته، كما أنه يتزامن أيضا مع إعادة مدينتي له. إذن قرار من الحكومة بإعادة أرض مدينتي إلى المليونير المصري بإجراءات إدارية جديدة بعد الحكم ببطلان عقد تخصيصها وحكم بالسجن بعد الإدانة الأولى بالإعدام، واقع جعل رأي الشارع متباينا إزاء حكم المحكمة بسجن المتهمين الذي جاء بعد 12 جلسة ساخنة طيلة الشهور ال5 الماضية. بعد الضجة اللي اتعملت دي كلها والناس كلها عرفت ان هو خد إعدام ويجي كده، يبقى أكيد في حاجة مش طبيعية، حاجة مش مظبوط. قمة ان الراجل بيقدر يساعد في بلد او يعمل شغل في بلد او يعمل حاجات زي كده، يوصل لمرحلة زي كده او يوصل للاعدام، يعني ده شيء مستحيل. يعني هو بالتالي هو انزه من كده وهو احسن من كده. ويقول دفاع المتهمين إنهما بانتظار صدور حيثيات الحكم حتى يتم الطعن عليه أمام محكمة النقد التي باتت تملك القول الفصل في القضية التي تحركت على حبال الإثارة ما بين لبنان والقاهرة ودبي دون توقف للحديث عن المال والمغامرة. الحكم أعطى قبلة الحياة للمتهمين وبعد بينهما وبين حبل المشنقة، لكن الجميع سيكون على الموعد مع الإثارة في الفصل الأخير من القضية أمام محكمة النقد. أمل الحناوي، روسيا اليوم، القاهرة. يبدأ